سان داونز من نقطة الجزاء. الآن ركلات ترجيح، الركلة الأولى للترجي الآن. هل ياخذ الأسبقية الفريق التونسي؟ الركلة الأولى للترجي، يتقدم يسجل الأولى بالشبكة مرياح، إغالة مطيع الأولى في المرمى، يمنح التقدم الآن وضغط كبير على اللاعب اللي سيتقدم للركلة الأولى من الوداد. كرة على يمين المطيع، الأولى في الشبكة، ترجي يتقدم 1-0 أمامنا مرياح. الركلة الأولى يمكن من مخادعة الحارس يوسف المطيع في انتظار الركلة الأولى للوداد. جبران صاحب الخبرة المتخصص دوما في ركلات الترجيح امام ميميش وجبران، يتقدم جبران سجلها جبران بذكاء، ثبت ميميش ووضع كرة على يمين الحارس الشاب. الخبرة تفوقت على العنفوان في اللقطة الماضية. من جبران يحسب لميميش، كان في المكان اللي يرسل فيه الكرة جبران، ولكن جبران بذكاء، جبران يعدل 1-1 في انتظار الركلة الثانية للترجي. جبران بكل ثقة بكل هدوء يسجل. الآن الركلة الثانية للمكشخة، يتقدم البرازيليانو رودريغيز، ولد السامبا، يتقدم روبريكو، ضيعها روبريكو، مطيع يتألق، مطيع يوبع يوسف على غرار الزاكي المياغري، على غرار بونو. يوسف يتصدى للركلة ثانية ضايعة في انتظار الركلة الثانية للوداد. ترجي مع المغاربة خسر الشامبيونز ليج من علامة الجزاء امام الرجاء والسوبر القاري 2012 امام الماس المغرب الفاسي. هل يخسر مرة أخرى من فريق المغربي من علامة الجزاء؟ الركلة الثانية للوداد. ثانية الوداد حاول ياخذ الأسبقية الواك من خلال عملود، أيوب العملود، عملود يسجل عملود على يمين ميميش. ثانية في الشبكة والتقدم للوداد 2-1. ميميش اختار الجهة اليسرى، عملود في اليمين يسجل. الوداد يتقدم والثالثة صعبة على الترجي. من كرة العملود بذكاء بهدوء يسجل في انتظار الكرة الثالثة للترجي. رودريغو سجل في المباراة وضيع الركلة الثالثة للمكشخة. في أي زاوية سيختار؟ ننتظر الثالثة، الكرة في الشبكة على يمين المطيع، يسجل كرة في الشبكة ولكن تمكن من تسجيل لاعب الترجي. شوفوا اللي عنده رقم 4 ديربالي يسجل، 2-2 ولكن في انتظار الركلة الثالثة كان باتجاه الكرة المطيع. سجل ديربالي، يبقي على امان الترجي في انتظار الركلة الثالثة الآن للوداد. يتقدم الآن لاعب الوداد أبو الفتح، يتقدم أبو الفتح بالشبكة قوية جدا من أمين، تعامل معها بقوة، كانت مركزة. والثالثة في الشبكة الوداد 3 الترجي 2. تقدم مستمر للوداد. هذا مكشخ صغير عاشق للترجي ينتظر في ركلة ضايعة الوداد، واخر ودادي في انتظار ان يستمر التسجيل. هذا جمهور الواك في انتظار الرابعة، الركلة الرابعة للترجي، الركلة الرابعة بالشبكة جول. الركلة الرابعة جول يسجل بوشنيبة 3-3 في انتظار الركلة الرابعة. بوشنيبة الاسماء اللي استعان بها طارق ثابت، بوشنيبة دربالي
اللي دخلت في اخر لحظات المباراة. ثنائي سجل في انتظار الركلة الرابعة للوداد. الوداد والركلة الرابعة، ونجم صاحب الخبرة، ونجم امام ميميش، ونجم اللي يبقى على تقدم الوداد. مركز ونجم، تركيز مطلوب، ونجم امام الشاب ميميش في انتظار الركله الرابعه اللي يسجلها ونجم ويقرب الوداد من النهائي. يتقدم ونجم والكره في الشبكه. ركله مثاليه من ونجم، صعبه على ميميش. 4-3 التقدم للوداد. ونجم ركلة معلم ومنك نتعلم، قال سعد المجرب. ركلة مثالية صعبة على ميميش في انتظار الركلة الخامسة للترجي. صعبة جدا على اللاعب اللي سيتقدم لهذه الركلة، يسجلها، يبقي على مال الترجي، يضيعها الوداد في الفاينل. 15 محمد امين توكاي الجزائري. توكاي امام المطيع، هذا مطيع اللي يلعب دور البطل. المطيع امام الكرة تتاوى توكاي مطيع، توكاي سجلها. توكاي 4-4 ولكن في انتظار الركلة الخامسة. كم هي الصعبة. امام لتوكاي على يسار مطيع. الركلة الخامسة تساوي نهائي، تساوي الوصول للمباراة النهائية، تساوي الصعود للنهائي لأول مرة في النسخة الأولى. هذا سامبو السنغالي، ولد التيرانجا، صدام الكل. كرة ممكن تنقل الوداد للفاينل. ولد التيرانجا سامبو مع ميميش. ركلة صعبة جدا. بولي جونيور سامبو. يتقدم السنغالي. الدعوات من الوداديين يتمنونها في الشبكة، وحبات ترجي في انتظار ميميش. بين سامبو وميميش. السنغالي يتقدم للركلة. سامبو الشبكة، جول. والوداد في الفاينل. الوداد يتأهل للدور النهائي لأول مرة في تاريخ الوداد. يقصي الترجي لأول مرة. الوداد يتأهل على المكشخة من علامة الجزاء. الترجي للمرة الثالثة يخسر أمام الأندية المغربية من علامة الجزاء الواقع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة جول ستوري في كل مكان. العامل الجوي، احنا توقعنا من المغرب وأشقاء من تونس، وإن شاء الله الأهلي يتجاوز صن داونز بكل سهولة ويتفوق على صن داونز في لقاء الإياب، وهيبقى اللقاء أو نهائي ديربي عربي شمال أفريقيا. يا ريت ندعي لأخواتنا فلسطين بس قبل ما نكمل بقية الحلقة، إن ربنا ينجيهم ويكون معاهم وينصرهم على عدوهم الصهيوني. هنعرض برضك لحضراتكم دلوقتي ترتيب الدوري المغربي، ترتيب الدوري التونسي. طبعا زي ما انتم عارفين حضراتكم ان ترتيب الدوري التونسي مش زي ترتيب الدوري المغربي الاول و16 و15 كده، لا، ترتيب الدوري التونسي مجموعتين، مجموعة ألف ومجموعة ب. هنعرض الترتيب دلوقتي مع حضراتكم. المجموعة ألف، الأولمبي الباجي لعب 5، فاز 4، ما تعادلش ولا لقاء وخسر لقاء، يبقى كده عنده 12 نقطة. النجم الساحلي لعب 5، فاز 3، تعادل 1، خسر 1، عنده 10 نقط. الأفريقي لعب 5، فاز 2، تعادل 3، عنده 9 نقط. الملعب التونسي فاز 6، تعادل 2، خسر 2، فاز 2، عنده 8 نقط. اتحاد بن القردان في المركز الخامس لعب 5، فاز 2، تعادل 0، خسر 3، عنده 6 نقط. قواف القفص في المركز السادس لعب 5، فاز لقاء وحيد، تعادل لقاءين، خسر لقاءين، يبقى كده عنده 5 نقط.
استقبل سليمان، لعب 5 لقاءات مفازش ولا لقاء ولا تعادل ولا لقاء، خسر كل اللقاءات ما عندهوش ولا نقطة. المجموعة بي طبعا المجموعتين فيهم 7 فرق، يعني الدوري التونسي كله او المجموعتين 14 فرقة. المجموعة بي الاول الترجي التونسي لعب 5، فاز 4، تعادل 1، ما خسرش ولا لقاء، كده عنده 13 نقطة. الاتحاد المنستيري لعب 5، فاز 3، اتعادل 1، خسر 1، عنده 10 نقط. الصفاقسي التونسي في المركز الثالث لعب 5، فاز 3، ما تعادلش ولا لقاء، خسر لقاءين، عنده 9 نقط. نجم المثلوي في المركز الرابع لعب 5، فاز 2، تعادل 1، خسر 2، عنده 7 نقط. البنزرتي لعب 5، فاز 1، تعادل لقاءين، خسر لقاءين، عنده 5 نقط. الاتحاد الرياضي المركز السادس لعب 6،